الأهلي بيفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدف نظيف من توقيع أشرف بن شرقي، لكن كان هناك علامات استفهام كبيرة على أداء النادي الأهلي في المباراة. النادي الأهلي لم يكن الأفضل. الكابتن علي ماهر قدر ان هو يلعب على قفل مفاتيح لعب النادي الاهلي في المباراه. اشرف بن شرقي، امام عاشور، مروان، كل مفاتيح لعب حتى حسين الشحات، اللعبه اللي نزلت في النادي الاهلي في التغييرات لما حاول عماد النحاس ان هو يشتغل على الهجوم شويه. قدر الكابتن علي ماهر ان هو يسيطر على منطقه نصف الملعب، ضيع العديد من الفرص. باد لك وسوء حظ كبير جدا لاكتر من هجمه. الشناوي تصدى وتالق في كرة خطيرة. ياسر ابراهيم شال كرة من على خط المرمى كانت هتبقى هدف، والعديد من الفرص اضحى لاعبي سيراميكا كليوباترا بتاعت 3 4 فرص في المباراة. الحديث عن قصة التفويت هو امر بعيد تماما عن مباراة الاهلي وسيراميكا. سيراميكا ادى مباراة كبيرة، الكابتن علي ماهر مدرب كبير، ارى النادي الاهلي كويس جدا، اشتغل على ان هو يقدر ان هو يقفل على النادي الاهلي كويس، وقدر وقد وكان الافضل في المباراه. لعيبه سيراميكا كانت الافضل، اضاعت الكثير من الفرص، لكن المباريات دي للنادي الاهلي هي مباراه خبرات. الاهلي بخبراته قدر ان هو يخلص المباراه. مطلوب من هذه المباراه ال3 نقاط وليس الاداء، وليس عدد اهداف، وليس اي شيء، فقط ال3 نقاط. قدر النادي الاهلي ان هو يرفع رصيده ل 52 نقطه، ومباراتين باقيين للنادي الاهلي. لسه النادي الاهلي لازم يركز في خلال المباراتين الجايين. في الناحيه الثانيه ايضا مباراه بيراميدز والزمالك انتهت، اللي كانت الساعه 8 مساء، انتهت بفوز بيراميدز بنتيجه طبيعيه 1-0. وكان هناك خطا كبير جدا من محمد عواد، ومش عايز اتكلم عن بقى قصه التفويت والكلام ده كله، لكن زي ما بيقولوا الاخطاء وارده في الكوره، ودي غلطه وغلطات كبار حراس الكوره واكبر حراس مرمى في العالم بيغلطوا، وهي غلطه وللاسف هو يتحمل نتيجتها، و يعني هيتحمل ضغط كبير نتيجه هذا الخطا. ولكن الانديه الكبيره ونادي الزمالك نادي كبير، استحاله ان هو يكون في مبدا في اللاعبين انه التفويت المباراه لصالح بيراميدز عشان يقرب من النادي الاهلي او الكلام ده. ولكن خسر نادي الزمالك، وبامانه هو اداء ونتيجه طبيعيه للزمالك في الفتره الاخيره. شفنا الزمالك مش في افضل احواله بقاله فتره، بيتعادل وبيخسر، فالاداء هو طبيعي للاداء العام اللي بنشوفه للنادي الزمالك في الفتره الاخيره. بيراميدز هو الاخر، قرب من النادي الاهلي ورفع رصيده الى 50 نقطه، ويظل فارق النقطتين ما بين الاهلي وبيراميدز الى الامتار الاخيره. مباراتين للنادي الاهلي، مباراتين لبيراميدز. زي ما بنقوله برضو، اللي هيفقد نقطه او هيفقد مباراه هتبقى صعبه جدا التعويض خلال المباراتين القادمتين.